أي دعوة توجه لنصرة أي دولة بالخليج لا يمكن أن نتخلى عنها، ولكن أرجو أن يضاف بالتصريح مطالبة إيران بالانسحاب من الجزر الثلاث. الموقف مع الإمارات والخليج لا يجزأ. هل يجوز أن تطلق إحدى الصحف وهي صحيفة العار؟ هل يجوز أن تطلق على الملك عبد الله بن عبد العزيز أنه كوهين؟ الملك عبد الله، خلني بقول لكم شغلة مهمة. ملك عبد الله هو رجل الإصرار في اتخاذ الموقف التاريخي في تحرير الكويت. الملك عبد الله الآن يقول لنا رئيس الوزراء عندما جاء بالصحيفة أن السعودية قامت باجتياح البحرين. احنا نقول السعودية ما تجتاح البحرين. السعودية والبحرين جزء من كل. وعليك أن تعلم يا رئيس الوزراء، لما تقولنا وتخدعنا وتخشنا وتقول والله أنا أمرت رئيس وزير الإعلام، وزير إعلامك متى يصحى؟ وزير إعلامك دايم نايم أصلا. متى يصحى عشان تحول له قضايا؟ يوم 4/12 تم إلقاء القبض عليه، أبوه اللي يسلمه، والده اللي يسلمه، وقالوا له روح وباكر تعال خذوا ولدك، هي قضية مشاجرة. بعد ذلك يتصل هذا الضابط قاف باء تليفون بأحد واحد من ربعه في الديوانية. تعرفون شنو يقول له؟ يقول له هل أنت ترغب بأنك تشارك في حفلة تعذيب؟ يبدو أن هذا قال أنا نعم. قال تعال، وبالفعل جاء. وبعد أن عذبوا هذا الحدث طلبوا منا أن ينزع ملابسه، ولم يتبقى عليه إلا قطعة واحدة فشالوها منا بالغصب، وأدخلوا سجين آخر ومارس الفاحشة معه. تقول إحدى النائبات اللي لم تتق الله في نفسها خلونا نعطي هذا الوزير الإصلاحي فرصة، وتتوالى كم التعذيب والاعتداءات بأمور والله ما كنا نسمعها بالكويت ولا نعرف عنها. والله العظيم على 100 مليون ما يعوضونها بها الثروة اللي هي ثروة العز وثروة الكرامة، ثروة انك تشعر حر، تدافع عن الدستور وتدافع عن آمال الناس وآلامها، تدافع عن الأمة، تدافع عن الشعب. الآن نقول هل نحاسب أن لما نطلع ندافع عن الدستور أنا واحد من الناس علي ومعمم أمر إلغاء وقبض؟ ولذلك أنا لا أمارس الهرب، أنا جيت بين جموع أبناء الشعب. نوجه رسالة للشيخ صباح الأحمد حفظه الله، نقول يا أبو ناصر لا تخترق هذول كلها. ترى يا أبو ناصر، ترى اللي تشوفهم يطبلون، ترى حبنا حنا حب المخلصين وحبهم حب المستفيدين. شكرا.